القصة الكاملة لمقتل الفنانة هدى شعراوي على يد خادمتها بدمشق. في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الوسط الفني والرأي العام، لقيت الفنانة هدى شعراوي حتفها داخل منزلها بحي باب سريجة في مدينة دمشق أمس الخميس، بعد أن أقدمت خادمتها على قتلها بطريقة وحشية قبل أن تحاول الفرار. البداية عندما عثر على جثمان الفنانة هدى شعراوي بطلة مسلسل باب الحارة جثة هامدة داخل منزلها، مما أثار حالة من الصدمة بين الأهالي وسكان المنطقة. فور تلقي قوات الأمن السورية بلاغ، تحركت وحدات الأمن وفرق المباحث الجنائية إلى موقع الحادث لرفع الأدلة وتصوير مسرح الجريمة تمهيدا لتحديد هوية الجناه وكشف ملابسات الواقع. وصرح قائد الأمن الداخلي في دمشق العميد أسامة عتكة عبر صفحة وزارة الداخلية السورية بأن التحريات الأولية أظهرت أن الوفاة حدثت صباح الخميس بعدما تعرضت المجني عليها لاعتداء بأداة صلبة أدى إلى نزيف حاد تسبب في وفاتها فورا. وعلى الفور تم نقل جثمان الفنانة هدى شعراوي إلى مصلحة الطب الشرعي بانتظار التقرير الطبي النهائي الذي سيحسم طبيعة الضربة وأداة الجريمة وكيفية ارتكابها. وخلال التحقيق برزت شبهة قوية حول المقربين من الفنانة هدى، وبالتحديد خادمتها المدعوة فيكي أجوك أوغندية الجنسية، وذلك بعد أن غادرت المنزل عقب وقوع الجريمة في ظروف غير طبيعية، ما أثار الريب حول دورها. وبحسب بيان وزارة الداخلية السورية، تابعت الوحدات المختصة تحركات المشتبه بها عبر عدة مناطق داخل دمشق لتنجح مساء أمس الخميس في إلقاء القبض عليها بعد عملية تعقب دقيقة. وخلال التحقيقات الأولية أقرت المتهمة فيكي أجوك بارتكاب الجريمة، فيما لم تكشف بعد الدوافع التفصيلية وراء فعلتها، بينما أكدت مصادر أن التحقيق ما زال مستمر لكشف أسباب الاعتداء. ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة هدى شعراوي في بيان رسمي شاركته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة هدى شعراوي، وسنوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية إن شاء الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأعلن التلفزيون السوري في وقت سابق مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي أمس الخميس 29 يناير في منزلها بقلب العاصمة دمشق عن عمر ناس 87 عام. أما عن هدى شعراوي، هي ممثلة سورية اشتهرت باسم أم زكي، وهي اسم الشخصية التي كانت تقدمها في مسلسل باب الحارة. اتولدت في 28 أكتوبر 1938، وكانت هدى شعراوي من المؤسسين الأوائل لنقابة الفنانين السوريين. عملت هدى شعراوي في إذاعة دمشق وقدمت عبرها عددا من الأعمال الإذاعية المهمة، من أبرزها مسلسل حكم العدالة، وكان آخر ظهورها أو ظهور فني لها في مسلسل ليالي روكس مع أيمن زيدان وسلاف فواخرجي. وشاركت بالغناء في العديد من الأعمال التلفزيونية، وشاركت في عدد من الأعمال في التلفزيون والسينما والمسرح. في المسرح قدمت يوم من أيام الثورة العربية وعريس لقطة والحد هون وبس والهانم والسكرتيرة. وفي الدراما مسلسل باب الحارة ونساء بلا أجنحة ورمح النار وأحلام أبو الهنا وطقوس عائلية وفوزية والدغري وضرب التبان وحروب عائلية ودنيا وحمام شامي وقلة ذوق وكسرة غلبة عيلة 7 نجوم ورجال العز وزمن البرغوث. وأفلام هدى الشعراوي هي أوراق مكتوبة وذكرى ليلة حب وحارة العناتر وتفضلوا ممنوع الدخول.